أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى درس جديد، درس قراءة مع القواعد. من الآن فصاعد كل درس قراءة بدي يكون معه درس قواعد، إما درس جديد وإما إعادة للدرس السابق. أدغمناغ وخو أدغ يجاب وخو قد تأخرر سلام فابق وسخا نجحبس يقشاء زفز غزتر تي سابيخر تي زلوقتي حغاج أخر تي أتاخ وخر تي سابيخر صورت دنا يمجا غاب وتي أخر خبساب وتي أخر وكلت نوت خخر تي وكلت نوت خخر زفد غبسي خرر صوره تلسو سو تشاغوغو سوي أدغاب زرا سوي تلبقب زرا سو دلاجانو أغوغاب أخر قزغا سبقاجيخ تلابس سو قزخيش غمقواج قزخي الحاغ أشفدا خمي سوابق وصنخو قين زكب خاغو قص فشيت خما زافاسو بزنجي زفاج أزغاجيخ زاف أسخخ سواب وصرج سواب خرج رينو ابهج اسوغبشس رينو ابهج صبل رينو سابيتغر قطف قزوج دسا قامزيج مدنايري يرغصو رينو قزوج سابي مازر تجنبس قامزيج تيتشش مزاق وكر قيغص اسخنكو تيجاك وخر نشحفة ديستجبت في جد يجي بزخاب زري دجوغو بزخاب زفاس ورر جرامري دجوغو بزخاب زري دجوغو عارسة بزخاب زخر يشيج أغب سمو يمشيج أغر سقس واشتب يشيج أغدد ديستخر ستخخ وشا أخري ززواس أخ ما نجحبه ديستو قد تشتر مقازيشة خمرة مقازراشة خمرة آخر أدغاب زيجة وكشا أنزخوشة تسو سوشيش آخوتخ آخر ززواز أما أدغاب زيجة سوكشا أنر بسينج أدد سوخوشت تحسو غبساوخ تسو سوشاوغو سويدستخ ززواز أنخو يجي أدغاب زيجة داخو سوكشا أنخو. نبدأ الدرس بحرف القاف. حرف القاف بالتشركسي حرف الكاف مع التضخيم بصير حرف قاف ق ق ق. نبدأ بكلمات تبدأ بحرف القاف. قاشق 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 كفكير قاشق. كبق كبق كو فخذ كو لحاله فخذ. كبق اللي يعني الفخذ وتوابعه كبق. كبقر اللي ان الراء في اخر الكلام لحاله بيعطي معنى التعريف، بنقل الكلمة من النكرة إلى المعرفة. قست قست ق سابقة بحدد اتجاه الفعل. س أنا ت عطى إذن اعطني قست اعطني. الكلمة اللي تحت قوست ق يحدد اتجاه الفعل وأنت إذن الفعل جاي باتجاه المخاطب. قوة ست قوة أنا س وأنت س أنا تعطى إذن أنا أعطيك أنا عم بعطيك قوة ست وأنت س أنا قاف الق بحدد اتجاه الفعل ت عطى قوة ست أنا أعطيك.
تحت عنا دانرة نانورة. دانرة نانورة. طبعا هذول أطفال قدام الأم، واحدة اسمها دانا والثاني اسمه نانو. نانو. ايوه. نان كبقر قست. نان يا امي كبقر فخذت الدجاجة مع الإلية. قست اعطني ق اتجاه الفعل قلنا س انا ت عطاء قست معناته اعطني. عم تقول لامه نان كبقر قست. نان كبقر قست يا امي اعطني الفخذه مع الاليه تبعيت الدجاج. طبعا يعني عم بياكلوا. نان كبقر قست. ما سيدان. ما سيدان. ما خذ او خذي. طبعا باللغه الشركسيه تذكير تانيث ما في، مثنى ما في مفرد وجمع، وفي بقيه الكلمات نفس الكلام للمؤنث للمذكر. ما خذ او خذي. سيدان. سي قلنا بالدرس السابق قلنا سي الملكيه الشخصيه للمتحدث. سيدان. سيدان. خذي يا دان. سي كلمة بيستعملوها المصاروي حتى من المماليك بيقولوا يا سي أحمد مثلا، يا سي عبد الغفور. هذا سي كلمة دلع ومعناته ضمير المتكلم. ما سيدان قوسته. ما سيدان خذ يا داني. داني أنا يعني ملكي. قوسته قوة ق اتجاه الفعل، وأنت س أنا عطاء. أنا أعطيك. أنا عم بعطيك. قوسته. كبقر الإلية. كبقر الإلية. كبق لحالة إلية. كبقر الإلية. وبسونان. وبسونان. وبسو معناته تعيشي يعني يا أمي، مثل أهل تونس بيقولوا يعيشك أو يعيشك، هون كمان نفس المعنى. وبسو. وبسو تعيشي. تحوي غبسو الله يعيشك، الله يعطيك العمر يعني. وبسونان مثلا ما تعيشي يا أمي. نان س تامر قسبتنا. نان أمي. س أنا. س أنا. تامر. تام جناح. تام جناح أو زعنفة أو تامة. تامر الجناح. تامر الجناح. قسبتنا. ق اتجاه الفعل. س أنا. إذن اتجاه الفعل باتجاهي س. تنا أنت. ت عطاء. نون الألف هذا سؤال. هل تعطيني النان تام هل تعطيني الجناح قسبتنا؟ نا. طبعا صيغة السؤال بيجي معنا بآخر الكلمة. أي كلمة أي كلمة مع الفعل نون ألف بيجي بآخره معناته عم بيسأل هل تعطيني؟ ها نان ستامر قسبتنا يا أمي أنا هل تعطيني الجناح إلي؟ س تامر قسبتنا. تام لنا جناح. تامر الجناح. ممكن في أسماء هلأ بنات بيسموها تامة. كتير حلو هالاسم تامة. تامة جناح. قسبتنا الق ببين السابقة يبين اتجاه الفعل. س أنا. البي أنت. التاء عطاء والنون ألف هل تعطيني؟ ما سنانو. خذ يا طفلي.
خذ يا طفلي. نانو بيجي معناته طفل وبيجي معناته اسم علم. سينانو طفلي. وتامر أنت الجناح قوسته أعطيك. التراكيب طبعا أنا ترجمة حرفية هيك، والترجمة العربية ما سنانه خذ يا طفلي أنا أعطيك الجناح، ولكن طبعا في الفعل والفاعل بيتقدموا على بعض، والمفعول به يختلف من لغة للغة، والتشركسي كمان يختلف عن اللغة العربية. وتامر أنت أنا أعطيك الجناح. وتامر قوسة اتجاه الفعل، وأنت أنا تعطى قوسة أعطيك. وبسونان تعيشي يا أمي. تعيشي يا أمي. وبسونان تعيشي يا أمي. اللي تحته مر قرو. مر قرو الحمام البري، طائر كبير بيقولوا له قرو بالقوقاز، يعني طائر كبير أكبر من الحمام. مر قرو هذا حمام بري. مر قرو. مر هذه أو هذا. قرو طائر بري. مدرر وذاك. مر هذا مدرر وذاك. قشن جرة. جرة. مدرر قشن، إذن هذا طائر وذاك جرة. قشنم الميم عندما يتصل بالأسماء بصير اسم مجرور بالجرة، أو بصير اسم مفعول به. قشنم بالجرة. البسو يتم. قراور يصوى. الماء بسو بسا مي. بسو الماء. يتم الموجود ضمنه. قراور الحمام البري يصوى يشرب. هون قراور بعد قراور في مربع، طبعا هذا متروك للطلاب يعبوه مشان يعبوه، هو بده يعبوه بكلمة، وهاي الكلمة هو يصوى. قشنم بالجرة. قشنم بسو الماء يتم الماء الموجود بالجرة عم بيشرب الحمام. تركيب هيك غير تركيب اللغة العربية. يشرب الحمام البري من الماء الموجود في الجرة، هيك بيكونوا باللغة العربية. إذن هنا نستفيد من حالتين صغيرتين. حرف القاف، قاف فتحة أو قاف كسرة، معناته السابقة تسبق الكلام لتحدد اتجاه الفعل، منين عم بصير اتجاهه. وهناك سوابق كثيرة ولواحق كثيرة باللغة الشركسية. برتخ وشوخ. السوابق برتخ برق، واللواحق شوخ. برق شوخ. منعيد الدرس من أوله. حرف القاف كاف وتضخيم بصير قاف. فخذ إنسان حيوان فخذ. بق اللي كبق اللي يعني الفخذ وتوابعه كبق. كبقر اللي التوابع. سات اعطني. اتجاه الفعل. أنا تعطى، إذن اعطني. قوسة. اتجاه الفعل أنا عم حدد اتجاه، وأنت إذن اتجاه الفعل باتجاهك أنت. قوة أنا تعطى، إذن
أنا عم بعطيك، أنا أعطيك. قوست. بالطرف الآخر قاشق. قاشق. طبعا الشين الموجود بهالحرف شين ثقيلة، في شين خفيفة وشين ثقيلة باللغة الشركسية. يعني كثير المتحدثين هلأ عم بيخربطوا بين هذا وهذا، بيحطوا هذا لهاد وهذا لهاد. لا، ها كل شيء له لحال. قاشق. قاشق. قاشق معناته كفكير. دانر. نانورة. دانا دانا حرير. دانا حرير. واسم كمان بسموا اسم دلع، بسموا البنات دانا. دانرة. نانورة. لاحظوا الراء زائد فتحة بيجي معناته واو العطف. واو العطف. واو العطف باللغة الشركسية يتبع المعطوف والمعطوف عليه، ما مثل باللغة العربية بيحطوا بين اسمين واو واحد. نحن لا، عنا بيتبع دانرة نانورة. واو العطف يلحق الطرفين، راء وبعد فتحة على طول، ما راء لحالة بصير ال التعريف. دانرة را معناته حرف العطف. نان كبقر قست. أمي أعطيني كبقر قست. أعطني الفخذ الدجاج عم بياكلوا. كبقر قست. إلا فخذ بقر كبقر مع بعضهم. بقر جسم هيكل. كبقر بيجي معناته الإلية بكاملها بفخذ وتوابعه. قست اعطني. قست اعطني. اتجاه الفعل أنا تاء عطاء. قست اعطني. ماسدان. خذي يا بنيتي. طبعا بصحلة باسمها، مثل ما بتقول يا داني يا ماسدان. قوست كبقر. ماسي. سي ضمير الملكية للمتحدث. ماسدان. قوست اتجاه الفعل وأنت. إذن اجى الضمير بعد اتجاه الفعل، حدد الفعل يسير باتجاه المخاطب. قوة ست وأنت أنا تعطى. إذا سبقنا هذا على هذا بصير بالعكس، أنت عم تعطي. قسة أنت عم تعطيني يعني. على كل هدول بدروس القواعد القادمة بدي يمروا عليكم. ما قوست كبقر أنا عم بعطيك الإلية. وبسونان. تعيشي يا أمي. تعيشي يا أمي. وبسونان. تعيشي يا أمي. بسون يعني حياة، عيش. بسون. وبسو تعيشي أنت. تعيشي وأنت. وبسو نان. نان أمي ستعمر قسبتنا. نان ستعمر. هل تعطيني الجناح إلي؟ نان أنا تعمر الجناح. تعمل حال جناح. تعمر الجناح. قسبتنا. قسبتن تعطيني. حطينا الألف بعده صار هل. قسبتنا. هل تعطيني الجناح؟ ما سنانو. خذ يا طفلي. وتامر قوسته. أنا لك أعطي الجناح. لك وتامر قوسته. وأنت تعمر الجناح. قوسته القاف اتجاه الفعل، اجى بعده حرف الواو ضمير الشخص المخاطب. إذا صار باتجاه الضمير اللي بيجي بعده. القاف يتجه باتجاه الضمير اللي بعده، إذا ما بعده ضمير معناته باتجاه المتكلم. قوة ستق وأنت أنا عطاء. قوة ست. وبسونان. تعيشي يا أمي. وبسونان
تعيشي يا أمي. مر تحت مر قرو. مر قرو. قرو نوع من الطيور. قرو مر قرو طائر. مدرر قشن. مر هذا مدرر ذاك هذا وذاك مدرر أو هذه أو هذا قشن. قشن جرة. إذن هذا الطير وذاك جرة. قشنم يبسو يتم قراور يسوى. قشنم بالجرة. بالجرة اسم مفعول أو مجرور. بسو يتم الماء الموجود بالجرة عم بيشرب منه الحمام البري. قشنم بسو يتم يت معناته موجود. يتم بصير اسم مفعول. قراور قراو قرو هذا الطائر حمام بري. قرور الحمام البري يسوى يشرب. يسوى يشرب. الآن ننتقل إلى درس القواعد. إيش بزخابزم تافيجن. بزخابزم خط حرف خر شوق وشوخ. مقازيش خمرة مقازراش خمرة تشير زفاص إذا قاورة ماقا خمرة تايب هددا تزفيجتر مقازيش خرارخ. الآن نبدأ بأحرف العلة. أحرف العلة هي أحرف المد موجودة بكافة لغات العالم، وبدون أحرف علة ما في كلام، وفي حروف لا يمكن نطق إلا إذا في حرف علة بعده. حرف الكاف لا يمكن أن تنطقه إلا إذا كان مفتوح أو مضموم أو مكسور أو في وراء حرف علة، لا يمكن نطقه. في كتير حروف هدول جايكم تفصيل هالحروف. حروف العلة باللغة الشركسية 10 طبعا مثل العربي. العربي 3 زائد فتحة وضمة وسكون، وزائد كمان الواو عندنا قسمين، واو مكسورة وواو مفتوحة، والياء كمان 3 أقسام، ياء مفتوحة وياء مكسورة وياء سكون. إذن أول حرف من حروف العلة المد مد ثانيا ي الياء المفتوحة ي. ثالثا الياء الساكنة هي الياء اللي فوقها سكون. طبعا لحالها صعب تلتفظ مع الكلام. بعدين ي الياء المكسورة ي ماء المكسورة أو ملكية ضمير ملكية الشخص الثالث للأشياء ي. بعدين بيجي كلمة و وبعد كلمة وو أو وي. بعدين الكسرة ي كمان مثلا الشبخ. بعد الفتحة مافة ماقوة. آخر حرف فتحة ماتخة مادة. بعدين بيجي كلمة يو كلمة داخلة على اللغة الشركسية للفظ الأسماء. يونس يوسف يوغار إلى آخره للأسماء فقط. يعني نادر ما يدخل اللغة الشركسية الكلمات الشركسية. يا وألف بصير يا كمان. يا من أحرف العلة. يا من أحرف العلمة. يا ضمير الشخص الثالث ملكية ضمير الشخص الثالث الجمع للأشياء
يا قالخر يا أقخر، هذا هو الياء. إذا نعيد الضمائر: آ، ي، أي، ي، و، أو وي، الكسرة ي، الفتحة ي، بعدين الياء والواو يو، بعدين بيجي الياء يا. هذول الضمائر رجاء تكتبون وتحفظون، ضروريات جدا جدا جدا. بنعيدهم بسرعة: آ، ي، أي، ي، و، أو وي، أ، يو، يا. تيمنا قوش خريجر ديستر موج الشتوخة شصوص شغوغو مخم سواجنو محرفكو مقازيشكم ياسواقك وياسواقشكوك وشتززغوص انفايك مخرز دقو ززغوص اما ادغاب زيش ادوغو سوكشاونو سخوش تششرحت سوا تششمي تششرحت قصوك سلام داخل ارجع قصوات خجي نتحصوي غبسوك زجاجي.